عسلامة ومرحبا بكم. ديما الباذنجان نحيرو في التطيبات متاعو. دونك اليوم جيتكم بشكشوكة باذنجان. عندي كعبتين باذنجان، قصيتهم 2 كوب وحطيتهم في الاير فراير، فوحتهم شوية ملح وزيت وحطيتهم على 180 درجة لمدة 15 دقيقة. اخذيت لي ترونش تاع سكالوب متاعك، قصيتهم كيف 2 كوب وحطيتهم في شوية زيت يتشكشكوا من غير إضافة الماء، يطلعوا الماء متاعهم مع شوية فاح متاع ريمة، راهو فاح طيارة ماهوش سبونسيرينغ، أنا ننصحكم بيه. دونك ومن بعد كي هو يخلط نص الطيبة متاعو، حطيت البصل وكملت حتى لين طاب للآخر. نحيت خرجتو السكالوب كتاب، وفي نفس الكاسرونة باش يقعد المطعم هكا وتجيبلنا الشكشوكة بنة على بنة. كملت زدتها زيت وشكشكت شوية فلفل شايح، اذا كان مش شمسي، هذاك شايح متاع كوشه باش تعطي الجو متاع الفيمي، واللي ما يحبوش يبدل بفلفل متاع شمسي والا فلفل احمر. وشكشكت شويه طماطم على شويه بصل وخليتهم يتقلاو وزدت عليهم زوز مغارفه طماطم حكوك، وفوحت بالتابل والكرويه، مغرفتين تابل على مغرفه كرويه. وما تنساوش سيد الحلقه اللي هو يبنن اكثر وننساوه، هو الملح اللي ما يغيب على طعام. دونك وهنا تزيدوا الماء قطرة، ديما تخليو الماء تاع طماطم مكعب هو اللي يسيب الماء متاعو وتطيب فيها. هي كي تراها سيبون مش تبدا تلصقك الساعة. الري قطرة هنا في الشكشوكة. كي طابت المرقة متاعنا الشكشوكتنا سامحوني، كي طابت الطماطم الحكة والطماطم الخضراء، ايك الساعة نهبطوهم نفوحوهم بكعبة الباذنجان متاعنا وكالرشة متاع الفلفل. كي تجيب الفلفل سيبون ادريسي في صحنك وحط شوية السكالوب، تنجم تزيد شوية معدنوس والصحة وبالشفاء وبنة على بنة. هذه كانت وصفتنا اليوم، نتلقاو في وصفة جاية. بسلامة.